حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 3 رجال مطرودين من رحمة الله عز وجل، ومحرومين من دخول الجنة، ومبشرين بعذاب أليم. فمن هم هؤلاء الرجال؟ وماذا فعلوا ليستحقوا هذا الوعيد؟ ولكن قبل أن نبدأ، لا تدع الشيطان يمنعك من مشاهدة الفيديو والاشتراك في القناة والاستغفار في التعليقات ومشاركة الفيديو مع غيرك ليصل الخير للجميع. إن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. صدق الله العظيم. لكن هناك رجالا قد طردوا منها بسبب أفعالهم